يعني كل التحيه والتقدير لكابتن شعراوي. كابتن شعراوي الجو ايمن، كنت حاسس ان المباراه تطلع بالشكل ده؟ ان شاء الله فايتين على اعلى مستوى، وانا بجد اول مره احضر حاجه بالشكل ده. كان نفسي بصراحه ان انا يعني بجد هو قلبي نكسب طبعا انا يمكن مربيه بعد 10 سنين، وكان عندي امل في ربنا ان شاء الله ان هو يلعب ممتاز، وان شاء الله السنه دي يحقق اماليه وطموحه ان شاء الله، ودعواتكم كلكم جميعا ودعمكم ان شاء الله. في عرض جاي له كده، سمعت يعني الصوره قالت لي ان في عرض جاي من اسكندريه بريه وطرابه ان شاء الله. بس ده حقيقي يا كابتن، بس الجماعه الدمنهور في مغالاه شويه في موضوع الفلوس اللي طالبينها. ان شاء الله الاتحاد السكندري ان شاء الله يكون راسي فيه ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله. يشرفنا والله الخطاوي اللي هو الاعتراف بالمدرسين، يروح بقى طبعا نسيت البلد للاتحاد السكندري، حاجه جميله الصراحه. النجم الخطاوي كان ناوي ان هو يكون احسن لاعب في البطوله واسم على مسمى الصراحه. انا اولا طبعا في الاخر حاجه يعني ان انا ادي تحياتي للكابتن عموره حبيبي ونجم الاعلام طبعا، وحضرتك طبعا بابا المجال زي الكابتن سليم عطاش ما بيقول، وطبعا ده يعني حاجه يمكن انا بتابع حضرتك من زمان بس ما كانش فيه تعارف، وطبعا انا سعيد جدا بان انا متواجد معاكم ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. يعني الكوره مع عموره النهارده في نهايه اللقاء كده، بعيد انا الصراحه مش عايز انهي اللقاء. كابتن شعبان شعراوي احد اللعيبه المهاريه اللي صار وجال في الملاعب كلها، واخيرا هو المدرب الكبير في نادي التوليد. صح كده. وعندنا بكره ماتش ان شاء الله مع فريق مصر، دعوات كل التوفيق ان شاء الله. بالتوفيق كابتن شعبان شعراوي. في نهايه اللقاء بشكر النجم الكبير شعبان شعراوي الخال الكابتن محمود الصفطاوي واسمع مني بياغاوي. شكرا للكره مع عموره، مع تحياتي بابا المجال مسعد سيوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا كابتن.